يجب على المرء يعني ألا يخلي حظه ويومه وليلته من قيام الليل أبدا، قدر المستطاع، قدر المستطاع لا تكن ممن ليس له حظ من قيام الليل. ولذلك جاء عن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: ليكن لك حظ من قيام الليل ولو بمقدار حلب شاه، ولو بمقدار 5 دقائق أو أقل، ولو شيئا يسيرا. لا تترك قيام الليل ولو شيئا يسيرا، ولو أقل الدرجات من حيث العدد، ولو أقل الدرجات من حيث أنها تكون في أول الليل أو في آخره، ولو في أقل الأحوال يعني قبل نومك أو بعده. فلا تجعل تحرم نفسك من قيام الليل. وهذا معنى قول أهل العلم: إن الذي يترك هذه الفرائض يكون رجل سوء. وقد قال بعض أهل العلم: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: قيام الليل. قيام الليل. ففي الليل مناجاة الله عز وجل ودعاءه والتضرع بين يديه سبحانه وتعالى الشيء العظيم. بل بعض الفقهاء أو المتقدمين أهل العلم الصالحين يقول: إذا كان لذة الجنة كقيام الليل فهي عظيمة. ويقول: وهل في الجنة قيام الليل؟ هل سيكون لنا قيام الليل؟ لما يرى من لذة يراها في قيام الليل. فلذلك المسلم يجب عليه أن لا يحرم نفسه في قضية قيام الليل، ويحرص عليه قدر استطاعته، ولكن لا يشق بنفسه. وإنما عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. يبدأ من حيث الوقت في أول الليل، مثل حديث أبي هريرة القادم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. يحرص على أن يبدأ أولا، مثلا نقول أقل الدرجات يوتر بعد صلاة العشاء مباشرة حتى يعتادها أو حتى يعتاد عليها. فإذا اعتاد على الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة نقلها إلى قبل نومه، مرتبة ثانية، يجعلها قبل النوم. هذه أفضل، أن تجعلها قبل نومك أفضل من أن تجعلها بعد الصلاة مباشرة. أول شيء تأخر الوقت. ثانيا ماذا؟ أنك سوف تتجهز وتكون